مساء الخير يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده هنعمل اكله حلوه قوي مع بعض. تقريبا كنت عاملاها معاكم قبل كده، فبما ان بقى طبخت بالليل وكده او عملتها بالليل، فلسه من شويه والله لسه كنت عاملاها. فالنهارده انا كنت جايبه عدس اصفر. كنت هعمل عدس بما ان الجو عامل كده، فغيرت رايي وعملت كشري اصفر. ده ملح وفلفل اسود وشويه من الكمون وشويه توم كده صغيرين، شويه من السكر. اول حاجه كده هعملها ايه؟ الصوص كده اللي هو يبقى مع العدس مع الكشري الاصفر. ممكن ناس كتير قوي ما تعرفش ان الصوص ده ممكن يتاكل معاه، او الصلصه دي او مش عارف ايه اسمها ايه. فهو حلو قوي. هو عباره عن ايه؟ طماطم وفلفل حامي مضروبين مع بعض. انا الاول كنت بعمله اللي هو فلفل بصلصه عادي، بس لما عملته كده قبل كده عجبني جدا جدا جدا، واحلى من ان انا اعمل فلفل بصلصه. فهو طبعا الفلفل الحامي مضروب مع الطماطم، مع شويه كده من البذور اهو. حتى هو الفلفل الاخضر اهو باين. مع شويه كده من البذور علشان يبقى حامي، وكمان علشان كده الطماطم تحسوها ان هي لونها مبيض شويه. والثوم والفلفل الاسود والملح، وشويه كمان من الكزبره هجيبهم. اول حاجه كده هنعملها ان انا حطيت التومه، وهبدا بقى ان انا اديها كده تشويحه بسيطه. انا بصراحه من محبي الطبيخ في الشتاء، يعني بالليل، يعني الجو كده يبقى ساقع ومش عارف ايه، واقوم بقى ايه، طبعا يكون المطبخ كده نضيف ورايق وحلو. احب ان انا اعمل اكله حلوه ايا كانت ايه بقى، مش شرط الاكله اللي انا عاملاها دي. فبصراحة بحس كده بدفى واطمئنان، يعني مش عارفة ليه. فشوحت كده التوم. طبعا حطيت الاول زيت، بس كده فل قوي. هحط بقى التوابل واقلبها كده تقليبة بسيطة. حلو قوي يا جماعة، الصوص ده حلو قوي 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 قوي. طعمه حلو قوي مع فلافل، مع اسمه ملوخية، مع الكشري الاصفر. رهيب بصراحة، حلو قوي 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 قوي. وقلبته كده تقليبه، وهسيبه بقى يتسبك عادي خالص، اكنك بتعملي كده صلصه مكرونه. تمام قوي كده. هنا بقى هبدا ان انا اعمل الكشري. حطيت شويه من الزيت، وكمان هحط عليها شويه من السمنه، بيدي كده طعم حلو يعني. مش كتير، حاجات بسيطه كده. هستناها كده لما تسيح. وحضرت طبعا هنا مقدار العدس ومقدار الرز، طبعا المقدار اللي انت عايزاه. هنا كان ربع عدس عليهم كوبايتين رز. طبعا تقدري تقللي كمية العدس وتكتري الرز، تقدري العكس. فهنا كان المقدار كان مظبوط. حطيت ملح وحطيت شوية من الفلفل الاسود بس، بعد لما حطيت عيار المية. طبعا في الاول حاطين قصدي زيت وسمنة. هنا بقى كان غلي. هبدأ بقى كده ان انا انزل بالعدس والرز. هنا طبعا علشان المية اتصفت خالص، فكنت خايفة يدب يطرطش في وشي، فانا ايه مش ناقصة. فبدأت كده ان انا احطه بالراحة، وقلبته بقى، وتسيبي بقى يستوي عادي زيه زي اي رز. حسيتي ان هو محتاج شوية مية كده، تقدري تحطي له عادي لحد لما يستوي. النهاردة 6/2. الثانوية بتاعت ماما. فالأكلة دي أمي كانت بتحبها جدا جدا، بس أمي كانت بتبشر ال- الطماطم كده وتعملها شبه سلطة كده. هنا الرز كان أو العدس أو الكشري الأصفر استوى، مش معجن هو ولا حاجة، يعني هو حلو. وهنا الصلصة استوت، او اللي هو الصوص الحار بمعنى اصح، حلو قوي 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 قوي. جميل قوي بجد. جربوا الاكله دي، اقسم بالله هتعشقوها. هنا بقى كنت خلصت، وحطيت كده شويه، وكمان عملت سلطه عباره عن طماطم وجزر، وجزر مبشور وخيار وليمون وملح وفلفل اسود، وشويه من الشطه كده. اقسم بالله كانت اكله رهيبه رهيبه رهيبه. وحطيت شويه من الصوص الحار اللي انا عملته ده. بجد انصحكم بيها وبشده، خصوصا في الجو الساقع اللي احنا فيه ده. بس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.